شنو تأثير القصص اللي كنا نسمعها قبل النوم وهاي الأشياء اللي كانوا يحكوها أهلنا، شنو تأثيرها على حياتنا الحالية؟ أسولف لك عن نفسي مثلا، إحنا كان عندنا قصص بس والله صراحة يعني إنساني ما أعرف الهدف من عندها شنو كان. زين. هي بس كانوا يسولفوا لنا إياها حتى ننام. الزوج اللي يضرب زوجته والأم اللي تقتل جهالها، هاي بسبب حب الإنسان للتسلط لو لين صارت وياهم وقدامهم وهم صغار يعني. وهواية ناس حسبالهم الطفولة مرحلة وانتهت، بس بالواقع اكو هواية ترابطات بين المرحلتين. المواقف والصدمات اللي عشناها بالطفولة شنو تأثيرها على الفترة الحالية؟ أولا قبل ما أجاوب على هذا السؤال خلينا نعرف هي شنو هي الصدمة أصلا. يعني هواي ناس ما فاهمين هي شنو الصدمة. الصدمة النفسية هي مو الحدث نفسه يعني اللي صار، وإنما هي الأثر، المشاعر اللي تتخزن بداخلنا نتيجة هذا الحدث، يعني ما يترك الحدث داخل الإنسان. تمام. وهي هي شلون تصير الصدمة من يصير والصدمة طبعا ممكن تكون يعني ممكن تكون نتيجة فرحة أو ممكن تكون بالعكس، يعني ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية. هو حدث صار للإنسان بس الإنسان ما استطاع أنه يستوعب الحدث أو شلون يتعامل وياه بطريقة صحيحة. تمام. بس بمعنى آخر أنه مو كل حدث مؤلم يسبب صدمة. مرات أحداث بالعكس تكون مفرحة. صحيح شايفيها أنتم. مرات الإنسان يتعرض لحدث مفرح لكن صادم بالنسبة له. تمام. ليش؟ لأن قدراته ما قدرت تتعامل وياه ذيك اللحظة بالطريقة الصحيحة، يعني فاقد قدرة الإنسان على التكيف وهاي الصدمة. فهو هذا تعريف الصدمة. بس دائما احنا ناخذ الصدمة انه ممكن انه دائما تكون شيء سلبي او انه ممكن تأثر. شلون ممكن تأثر على الإنسان الصدمة؟ طبعا اكو عدة جوانب ممكن تأثر عليه. ممكن تأثر جسديا، فكريا، عاطفيا. جسديا شلون؟ تشوفه دائما جهاز العصبي في حالة تأهب، خوف دائما. ليش؟ لأن أصلا إحنا عقلنا مصمم للحماية، فدائما تشوف الجهاز العصبي مالته مشدود، فتشوفه دائما مثلا متوتر، النوم مالته قلق، أرق عنده يصير، إرهاق مستمر. عرفت شلون؟ ينفعل بسرعة، يتنرفز من أبسط الأشياء. ممكن مرات تشوف مثلا فشغلات بسيطة بس تسبب ضغط نفسي كلش قوي بالنسبة له. تمام. هذه يجي الصدمات. ليش؟ لأن الجهاز العصبي دائما مشدود في حالة خوف. ممكن تأثر من الناحية العاطفية. شلون؟ دائما تشوفه ما عنده إحساس بالأمان، زين، ما يعرف يعبر عن مشاعره، سواء كان غضب، فرح، حزن، ضاج من شغلة معينة، ما يعرف يعبر عنها بالطريقة الصحيحة. ما عنده مثلا تشوفه ثقة بالآخرين. بعد ممكن إنه أقول لك تأثر مثلا على طريقة التفكير. تمام. صار عندنا جسد وصار عندنا عاطفة وصار عندنا عقل. تأثر على طريقة التفكير. شلون؟ تكون معتقدات عنده. مثلا تشوفه دائما ينسب لنفسه مثلا أشياء مو لطيفة، مثلا أني ما أفتهم، أو أني أخلي ثقتي بي، أو ما حد يوثق بي أني، أو ممكن إنه أني راح أتكلم في كلام معين وراح أرفض من الآخرين، يعني ما متقبل نفسه. بعد ممكن وين يأثر الصدمة؟ ممكن تأثر أيضا على السلوك. شلون تأثر على السلوك؟ تشوفه مثلا دائما مثلا تشوفه منسحب من الآخرين، في عزلة، ما يحب يختلط ويا الآخرين. بعد ممكن بالعكس تشوفه يريد يحاول إنه يرضي الآخرين على حساب نفسه. تمام. بعد تشوفه ممكن يكون عدواني، عكسها ممكن يكون عنده تعلق شديد. تمام. ممكن تشوفه ما يحب المواجهة. تمام. دائما ينسحب وما يحب يواجه لأن يخاف من الرفض أو يخاف من ردة فعل المقابل. تمام. أو ممكن إنه تشوفه دائما يحب يكون في يعني بصورة كاملة. أوكي. ما يحب يشوف مثلا نقص بنفسه. ليش؟ يعني يريد يشوف الآخر، يريد يرضي الآخرين حتى لو على حساب نفسه. زين. وهذا كله عليه من يأثر بالنتيجة، هذا كله يأثر على علاقاته. تمام. ليش؟ لأنه إحنا تدري إحنا في مجتمع، إحنا مع الإنسان ما يعيش يعني وحده، يكون علاقات عائلية، صح، أو علاقات مع الأصدقاء، أسرة صغيرة أو الأسرة الأكبر. تمام. يطلع للمجتمع بالعمل، علاقات الإنسان واسعة. زين. فتأثر تشوفه حتى على علاقاته هاي الصدمة. المقارنات اللي يسمعها من الصغر، مثلا فلان أفضل منك، فلان أفضل منك، هاي شنو تأثيرها على مدى حياته بعد ما يكبر؟ يعني هو مدى أقول لك هذه تأثر على نمط التفكير مالته. تمام.
أو تشوفه مثلا دائما حيقارن نفسه بفلان. ليش أنا مثلا فلان من الناس، تمام؟ وطبعا هو يعني هذه العبارات مو شرط انه تجي من الاهل، يعني قصدي من الاب او من الام، ممكن انه تجي حتى من الدائره، يعني الاب نادرا ما نسمعها مثلا من الاصدقاء والهاي، بس نشوفها مثلا من العمه، من الخاله، من الجد، من البيبي، تمام؟ فهذا راح يكون في منافسه حتى يبين انه هو افضل من فلان، بينما هو ما مركز على هو الاشياء اللي عنده هو شنو، تمام؟ هو بيش متميز، فتشوفه حتى ما عنده القدرة انه يقول لهم مثلا يعني اذا فلان متميز بفلان شغلة اني متميز بفلان شغلة. شنو الآثار السلبية اللي ما زالت بيك من الطفولة؟ ما اقول لك اشياء يعني هي ثقيلة، لا، بس يعني خلقت عندي مثلا نوع من الخجل، ما كان عندي جرأة، زين، كنت اخاف مثلا اتكلم، اخاف يقولون مثلا هذا كلامها مو صحيح. بس بعدين الحمد لله والشكر، يعني من الإنسان يشتغل على نفسه، أقول يعني هذه نعمة كبيرة. ما ظلينا يعني أسارة لهذه الأشياء اللي كنا مثلا نسمع، بالرغم أنه أنا ما كان أحد يسمع، يعني أنا أهلي كانوا داعمين، خصوصا الوالد الله يرحمه كلش مشجع، يعني مو منغلق، بالعكس كلش منفتح، وكنا نقعد نسولف أنا وياه. ما أعرف هي يعني من الطفولة يجوز أكو يعني أنا هو من طبيعتي مثلا هيك كنت خجولة أو أحب يمكن أنا أحب الكمال، زين. بس هاي بعدين يعني بعدين فهمناها إنه الإنسان يعني مهما يوصل فهو يبقى ناقص، زين، كلنا ناقصين. زين، الزوج اللي يضرب زوجته، والأم اللي تقتل جهالها، هاي بسبب حب الإنسان للتسلط لو لين صارت وياهم وقدامهم وهم صغار؟ يعني ما أقدر أقول إنه الرجال اللي يضرب زوجته أو إنه كل أم تأذي أطفالها يسوون هاي الأشياء بسبب صدمات الطفولة. هواية عوامل تدخل، ممكن مثلا نشأ بيت هذا شاف بيه الضرب، شاف بيه الإهانة، فشي كلش عادي، عرفت؟ وخصوصا من يكون اكو هواية أنا يعني شايفة يعني مجتمعات الولد مثلا أول ما يبدي العلاقة الزوجية مالته، تدخل المرأة لبيته، زين، راح ياخذ مثلا أمه وأبوه قدوة إله، فحيجي شنو سووا هم، راح يجي يقلد، ما يعرف إنه هذا التقليد صح غلط، عرفت شلون؟ يعني هو يجوز هو ما متعرض لهاي الأشياء، إنه مثلا الرجال لازم يتصرف حتى يفرض هيمنته أو حتى يسيطر على البيت، لازم تكون بالقوة، لازم تكون بالصوت العالي، لازم يستعمل أحيانا الضرب. إذا أحكي هذا ليش؟ لأن إحنا كمجتمع ذكوري فتسود هاي التقاليد والعادات. بس أنا ما دا أتكلم هي صح هي خطأ، زين، لكن أنا دا أحكي إنه مو كل واحد يتصرف هذا التصرف معناته إنه هو ناتج من صدمات الطفولة، لا، هو نشأ يعني هذا الطبيعي عندهم، عرفت شلون؟ يعني هاي يعني مثلا من تصير فد مشكلة بين الأم والأب، زين، يشوف مثلا الأب لزم الأم كتلها أو صيح عليها بصوت عالي أو استعمل غير أسلوب حتى يحل هاي المشكلة، فتصور إنه حل هاي المشكلة هي بهذه الطريقة، عرفت؟ فتخزنت هذه عنده، فمن يكبر حيتبع نفس يعني نقدر إنه نقول هذا السلوك اللي دا يسويه هسه هو سلوك مكتسب، زين. وممكن أيضا إنه لا هو عنده مثلا يستخدم العنف حتى يسيطر، أو حتى مثلا يخضع الآخرين، تمام؟ هذا اللي احنا مرات نسميه الشخص النرجسي، اللي هو الأنا يفكر بس بنفسه هو، أما الآخرين فخارج دائرته أصلا، يعني ما يهمون نهائيا، زين، بس المهم إنه هو يطاع وتلبى الأوامر، تمام؟ فهذه هم ممكن أنه مرتبطة بقناعات هو أصلا تربى عليه، أو ممكن سمات شخصية هو بيه، ممكن يعني هو أصلا عنده اضطراب نفسي، عرفت؟ فما أقدر إنه أقول إنه كل سلوك أو كل مثلا الرجل إذا يضرب زوجته أو الأم إذا تضرب أولادها، زين، إنه هذا نتيجة صدمة طفولة، لا، هو اجتماع يعني عدة عوامل. أنت انتمائك للبيئة اللي انولدت منها لو انتمائك للجيل الحالي، وين تشوفين نفسك أكثر؟ باوع، مو هو الإنسان ما ممكن إنه يتنصل يعني من الجذور مالته. أنا أتكلم عن نفسي، الحمد لله والشكر تربيت في بيئة، تمام؟ أنا ما أقول لك إنه كل تصرفاتهم كانت صحيحة، لا، بس أقول لك إنه تصرفهم بذاك الوقت كان أحسن ما ممكن إنه يقدموه، يعني المستوى الوعي اللي هم تعاملوا به هو كان هذا. من كبرت فهمت هذا الموضوع،
يعني ما اتنصل من، بالعكس انا انطي العذر والحمد لله والشكر يعني، وما زلت ولحد ما اكبر اقول احنا يعني انا تربيت في بيئه يعني داعمه ومغذيه. صح اكو بعض الاشياء كان ممكن انه يتركزون عليها اكثر من بعضها، لكن كمجمل يعني الحمد لله والشكر. وبنفس الوقت اني اواكب الجيل الموجود هسه، يعني ما منغلقه على البيئه مات. يعني هسه اني مثلا طريقه تربيتي لاولادي تختلف عن طريقه تربيه امي إلنا. حتى هي مرات يعني تقول لي شلون تربون؟ شو احنا ما ربيناكم هيك، هاي تربيتكم الجسميه، التربيه الحديثه. هي من وين نجاح، التربيه القديمه ولا التربيه الحديثه؟ حسب وجهه نظري. من وجهة نظري ماكو تربية قديمة وتربية حديثة، اكو مبادئ، اكو اصول، اكو ثوابت، هذه لازم تكون موجودة دائما. الان حسب اللي دا اشوفه والاجيال اللي دا تطلع، مع الاسف الشديد احنا في انحدار. هسه يدخلونا مثلا مبدأ الحرية، انه البنية براحتها والولد براحته. قبل ما كان كانت اكو محاسبة، ولحد الان اني بعض العوائل اشوف شباب عندهم يعني اولاد شباب وصلوا لمرحله هو يقود نفسه، يعني ما محتاج بعد زين، بس لحد الان الاب والام يحاسب شو وقت يطب، شو وقت يطلع، ويا من دا يمشي، وين دا يروح. عرفت؟ هذه الاشياء ضروريه، هذه ما ممكن انه اني الغيها، ما ممكن. اوكي افسح المجال بغير اشياء اخرى يمكن قبل كانوا مقيدين، هسه شويه لازم ننطي مجال انه يعني الأبناء أو الأولاد يعني يختارون. تمام، أناقش، عندي مبدأ النقاش. يجوز كان قبل فرض هذا صح هذا خطأ لا تناقشني. هسه الجيل الجديد وحتى أولادي أقول له خطأ، لازم أبين له هذا خطأ، ولازم أبين له شنو آثاره. شنو تأثير القصص اللي كنا نسمعها قبل النوم وهاي الأشياء اللي كانوا يحكوها أهلنا، شنو تأثيرها على حياتنا الحالية؟ أسولف لك عن نفسي مثلا، إحنا كان عندنا قصص والله صراحة يعني ثاني ما أعرف الهدف من عندها شنو كان. زين. هي بس كانوا يسولف لنا إياها حتى ننام، بس هي بصورة عامة. ثاني حاحكي لك على القصة اللي إحنا نسمعها من إحنا إذا مو أني فأكو غيري مثلا كانوا يسمعون قصص. يعني ما أتصور هي بس مجرد أسولفها حتى الطفل ينام أو حتى أني أونسه، لا. ممكن إنه كانت وسيلة يتعلم من عندها الطفل. وهذا هسه أني مثلا اللي دا أسوي مثلا ويا الأطفال، مثلا من أحكي قصة أقول لهم انتبهوا علي، لأن أنا راح أرد أسأل بهاي القصة. يعني مو فقط راح تسمعوها، لا أنا راح أرد أسأل عليها. هو هذا الهدف من القصة، هو هذا الهدف. أنا هسه القرآن الكريم كله قصص، صح؟ هو القصة شنو نزل لنا إياها رب العالمين؟ يعني بس حتى نقراها، لو حتى لا شنو حتى ناخذ عبرة من عندها ونتعظ من عندها، صح لا؟ فحتى القصص هسه اللي نحكيها زين، أي قصة هسه من تنكتب لازم إلها غاية، لازم إلها هدف، صح؟ سواء كان تربوي، سواء كان على مستوى السلوك، يعني أخلاقي، يعني على كافة المستويات. زين، فلازم إلها يعني فد هدف حتى يفهم الناس. زين، الطفل يعني في السنوات الأولى، خصوصاً ال5 سنوات الأولى، احنا دائماً نركز عليها بالتربية، ال5 سنوات الأولى، لأن هي هاي اللي تخلق يعني شخصية الطفل. تمام؟ بالسنوات الأولى هذا بس يسمع، بس ما عنده قدرة مثلاً يسأل. أنا أصلاً من طفل يسأل أقول عليه أنه هذا طفل نبه. زين، يعني هذا مو طفل، يعني هذا مو طفل عادي الذكي. هسه تشوف الأطفال لا، يعني هو زين إذا قاعد أصلاً قدامك وسمع كل الزين. زين، ما عنده مثلاً قدرة إنه ينتقد أو يقدم لك فدال أو شيء عن هاي القصة، وإنما يستقبل كأنه هذا اللي تسولفه أنت هذه حقيقة، يعني حقيقة واقع. هسه إذا أنت جبتها على طار القصص، يجوز همين مو قصص، مرات هيك يعني عبارات يقولوها يعني الأهالي، مثلاً يقول له مثلا لا تطلع برا، مثلا الدنيا هذه مو امان، ماكو صديق مثلا صحيح، زين لا تمشي ويا فلان، هذا هيك. عرفت؟ فهذه كلها وين راح تتخزن؟ هذه كلها راح تتخزن في عقله. زين، حتكون عنده مثلا نظرته عن الناس حتكون بدون ثقة، يعني بعد ما يقدر اصلا يصادق اي واحد، يعني ما عنده ثقة بأي إنسان، لأنه هو مزروع عنده من الطفولة مثلا هذه العبارة، إنه الدنيا مو أمان، إنه ماكو واحد زين.
فتشوفه دائما يا اما انتقائي جدا 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 يكون بالاصدقاء، زين، او اصلا ما عنده اصدقاء. بعد شنو مثلا، وهاي طبعا انا دائما اسمعها من الامهات او حتى من الاباء، مثلا الطفل وقع يبكي، خصوصا الولد، انا دا اقول لك مو البنيه، انت لا تبكي، انت ولد رجال ما يصير تبكي. شنو ولد، شنو رجال، شنو ما يصير يبكي؟ بابا هذا انسان، هذا كائن، هذا عنده مشاعر، زين، هو بهاي اللحظه زين تعرض لاذيه، فشلون يعبر عن الاذيه مالته؟ شلون يعني؟ هو مو فعلا رجال، ترى هذا بعده ما صار رجال. فتعلم احنا هسه ولحد الان تشوف من الصعوبه جدا انه الرجل يعني يبكي، الا في حالات يعني جدا تهز مشاعره، يلا تشوف دموعه تنزل وما تنزل قدام احد. ليش؟ يعني يخاف احد يشوفه، يتصوروها انه هذه ضعف، زين، فتشوفه لو يختل مثلا واحده يروح مثلا يعني يفرغ ويبكي، زين، ولا يصيح ويعيط. وهذا فهذه منين جابها؟ هذه جابها من هو صغير، اسكت انت ولد ما يصير تبكي، زين، فحيكبت هاي المشاعر، زين، ويعتقد انه اذا عبر عن هذا الحزن هذا شخصيته راح تضعف، ما راح يكون محترم يعني قدام الناس. عرفت شلون؟ خصوصا مثلا بداية الثانية رحت على بداية الزواج، بس هاي هم لها علاقة لها علاقة بالطفولة. مثلا يقولوا لها خصوصا من الأم من تريد توجه يعني بنتها تقول لها اسكتي ولا تحكين ولا تفكين حلقك، الرجال شي يسوي بيش خليه يسوي، زين. فهذه حتى توصياتها قبل الزواج هذه راح تاخذها حتى بعد الزواج، وحتى من يعني يجي تجيب أولاد، زين، كلها بخوف، وما راح تقدر حتى تعبر عن احتياجاتها هي شنو محتاجة، وأصلا حتكون حتى منتهكة الحدود، زين. ياهو جاي مثلا يصيح عليها. أنا أشوف يعني مع الأسف إنه بعض العوائل لأن هي مدى تتزوج بس الولد، مدى تأخذ بس الولد من العائلة، هي لا، هي دا تأخذ الولد ودا تأخذ الأم ودا تأخذ الأب ودا تأخذ الحمى، زين، والحماة هي مرتبطة ويا كل فعلا والله. يعني أنا هاي شايفتها، يعني أنا مدا أسولف لك ترى هاي يعني يعني قصص أنا سامعتها من خلال الجلسات، عرفت شلون؟ فهي ما طابة فقط علاقتها ويا أوكي، مع كل الاحترام والتقدير أكيد لكل الموجودين بالبيت، لكن هي زوجة فلان، فما من حق أي واحد إنه يتجاوز عليها. بس هذه من جايبة هذا الموروث يعني، زين، من أهلها، إنه يحكي وياك حماش، تحكي وياك حماتك، أنت السكتين وما تفتحين حلقك. تمام. شلون أتخلص من الأشياء اللي يخوفون منها وأنا صغير حتى نطلع بحل؟ يعني أول خطوة هو أني لازم أعرف هو أني هذا الخوف مالتي من الطفولة لو هسه أني يعني بحياتي الحالية أني وإنسان بالغ، زين. ليش؟ لأن هواي من المخاوف مثلا اللي كانت موجودة عندي هسه، أنا مثلا دا أسولف لك من أني كنت أصغر، زين، مثلا كنت أخاف مثلا أتكلم، أخاف إنه يقولون هذا كلامها مو صحيح، يعني ما أحب أحد يقول لي كلامك مو صحيح، تمام. بس هسه من كبرنا واشتغلنا على نفسنا، زين، لا عادي، يعني هو الإنسان يخطئ، يعني هو مو كل أني معلوماتي لازم تكون صحيحة. أني أنطي معلومة كانت صح كانت خطأ، بغض النظر المقابل راح يقبلها ما يقبلها، هذا الشيء راجع له، بس هاي معلومة أني اللي عندي نطيتها، تمام. فهذه مثلا أني أعرف أنه قبل كنت هيجي، هسه عالجتها، ما عفتها وياي لحد ما كبرت، تمام. يعني المخاوف يجوز بذاك الوقت أني كانت مناسبة إلي، يجوز كان يعني مثلا العمر أو مثلا المكان اللي أني بيه فمناسبة إلي بذاك الوقت، لكن هسه مثلا تجي أقدر أجيب مثلا هذه المخاوف أخليها هسه بالوقت الحاضر؟ لا، زين. فأول شيء إنه أسأل نفسي هذا الخوف اللي عندي، زين، من وين جاي؟ طبعا هو بالمناسبة يعني إحنا نتكلم على الصدمات صحيح كلها، بس هي أكثر مشاعر تتخزن هي مشاعر الخوف عند الإنسان. والخوف طبعا هو بالحقيقة يعني في علم النفس الخوف يجي من حاجتين فقط ويا الإنسان من الولادة، اللي هو السقوط من المرتفعات، هذا خوف حقيقي، زين، يعني يجي ويا الإنسان من الولادة، وأيضا الخوف من الصوت العالي. هذني المخاوف الاثنين فقط، هذني ويا الإنسان تجي من الولادة. أما بقية المخاوف فكلها مكتسبة، هسه مكتسبة من البيئة، مكتسبة من المدرسة،
زين، من الأصدقاء، من الظروف اللي هو عاش فيها. فهذه كلها مخاوف مو حقيقية. تمام. فأني أول خطوة أسويها إنه أني أسأل نفسي زين هذا الخوف منين إجاني أني؟ هل هو هذا الخوف حقيقي؟ زين، هل هو أني إجاني مثلا من تجربة شخصية، من قصة أني سمعتها مثلا، أو مثلا عبارات كانت تتكرر علي؟ فهذا أول شيء. زين، أختبر، عرفت شلون أجيبها أجيب المشكلة أو الحدث اللي صار وياي، زين، أخليه قدامي هذا منين إجاني أنا؟ بعدين إيش أسوي؟ هذا الخوف اللي أنا هسه دا أخافه هل هو حقيقة؟ لو هو مثلا جايني من معتقد قديم أنا عندي، يعني مو شرط إنه تكون يعني مشكلة مثلا مريت بيها أو تجربة، لا، فد فكرة مثلا ببالي. زين، الشيء المهم اللي هو يعني نقضي بيه على الخوف، وهاي دائما أنا أقول لهم يعني للمستفيدين مالتي، العقل ما يتغير بالكلام فقط، لا، العقل يريد التجربة. فأنا شلون أكسر هذا الخوف مالتي؟ أجرب حتى أختبر إنه هذا الخوف هو حقيقي، لو هو خوف يعني وهم، هذا بس أفكار دماغي. يعني أنا ذاك اليوم كانت عندي مستفيدة، هي كانت هم عندها خوف إنه تعبر، خوف إنه تحكي. زين، فمن خلال الجلسة والأخذ وهاي وصلت النتيجة إنه هي لازم تجرب. يعني ممكن إنه هذه المخاوف اللي حاطتها، زين، هذه مخاوف مو حقيقية. فالحل الأول والأخير هو التجربة. زين، يعني مثلا إذا هي كانت تخاف من الرفض من الآخرين، فأجرب إنه أنا أعبر عن رأيي حتى لو فد شيء بسيط، بغض النظر يعني حتى ما أخلي بالي ردة فعل المقابل شنو. أو تخاف مثلا من الفشل، بين فترة وفترة مثلا أجرب فد شيء أنا خايفة إنه أجربه، بس راح أخوض هاي التجربة، أريد أشوف هذا الخوف حقيقي. لأن بدون التجربة ما تقدر أصلا إنه أنت يعني تكسر الخوف. فكل تجربة هاي راح تدخل، راح تنطي شنو للجهاز العصبي أو للدماغ؟ راح تنطي أمان إنه هذا الشيء هذا حقيقي، أو هذا الشيء لا مو حقيقي. تمام. فالتجربة هي أفضل طريقة حتى نتخلص بها من الصدمات، وخصوصا الخوف. يعني اليوم مو مثل يعني السنين السابقة اللي احنا يعني كنا بيها. يعني انت حاليا انسان واعي مسؤول عن تصرفاتك. يجوز قبل ما كنت مسؤول، زين، ممكن كنت مسير، صح، روح يمنى، تعال يسرى، سوي هذا لا سوي. بس هسه احنا وصلنا من المرحلة العمرية انه المفروض الانسان هو مسؤول عن تصرفاته، هو يوعى لنفسه، هو ينتبه مثلا هذه الأشياء اللي بشخصيته، مثلا هذه ما أبقى أسير إلها للمعاني. كانوا هيجي يسوون بيا يابا، كانوا يسوون لي، ستة شنو أحتاخذها وياك؟ يعني حتبقى وياك هذا العمر كله؟ يعني ما أقول لك إنه هو ينساه، لأن ماكو شيء اسمه نسيان للماضي، مستحيل، ماكو شيء اسمه نسيان للماضي. هذا ماضي صار، بس المهم وين؟ المهم أنا حاليا أستفاد من هذا الماضي، زين، وأنطي عذر لهذا الماضي في ذلك الوقت، وأتعامل مع الوقت الحاضر. هسه أنا شنو؟ أنا وين؟ ويا من دا أتعامل، زين، وهكذا تنطلق للحياة. فما نبقى أنه إحنا يعني أسارة لأحداث ماضية صارت بحياتنا. نشوفكم الأسبوع الجاي، ولا تنسون تكتبون لنا بالتعليقات شنو أكثر شيء لحد الآن تخافون منه. شكرا لكم، نشوفكم الحلقة الجاية.